الاهلي اتعاقد مع امام عاشور الزملكاوي عن طريق كوبري. انطرنا، عملنا انطره. ما علينا. حد يقول لي مش هو ده الاهلي بتاع قيام المبادئ؟ لك هو مش راجل زملكاوي اهو، زملكاوي خطين حمر اهم. ولكن بما يرضي الله الاهلي عنده مبادئ وقيم، ماشي انا اعترف. لكن الاهلي بيفعل المبادئ والقيم لما يحب يفعلها، ويضرب بها عرض الحائط ويوقفها لما يحب يبقى كياد. عارف الاهلي ده اقسم بالله اكتر نادي في العالم كياد، نادي كياد. عارف الحركه دي؟ عارفها؟ كنا بنعمل بعض زمان. اقسم بالله العظيم النادي الاهلي ده نادي كياد كيد ما شفته. وبيجي لك على الوجيعه، بيجي لك على الجرح. وساعتها بقى ما تقوليش لا مبادئ ولا قيم ولا اخلاقيات. بما يرضي الله اللعيبه اللي الاهلي عمل معاها مشاكل وحبوا يرجعوا والكلام ده، وطلعوا في البرامج يشفلقوا ويعيطوا ويبربروا ويلحسوا تراب الاهلي عشان يرجعوا تاني، ساعتها بقى الاهلي بيفعل لهم المبادئ مظبوط. ان كان احمد فتحي ولا حسام عاشور ولا عصام الحضري ولا ابراهيم وحسام ولا الكلام ده كله. لكن لما الامر يتعلق بينا احنا، ساعتها بتقول لي لا مبادئ ولا قيم ولا اخلاق. هو اهم حاجه بيتك متنكد، فهمتني؟ حتى لو هياخد اللعيب ده مش هيعمل بيه حاجه. لكن ده يفتح لنا نقطه، الناس بقى الزملكاويه بجد والمسؤولين في الزمالك بما يرضي الله يركزوا في النقطه دي، ولازم نحط لها حد. هو احنا ليه الاهلي لما يحب ياخد لعيبه من الزمالك بياخد اللعيبه اللي لسه ورد بيفتح، لسه في بدايه عمره، في اوج عطائه، وبياخده ويحقق بيه بطولات وبيصنع بيه تاريخ؟ واحنا ليه لما بنحب ناخد من الاهلي حد ما بناخدش منهم الا الفياضه الكسر الواقعين اللي الاهلي اصلا طردهم من جنته؟ بما يرضي الله التاريخ يقول، عشان حد يقول لك انت متحامل ليه؟ لا مش متحامل، ده انا بتكلم على حقائق. هو انت لما تاخد مني امام عاشور وهو لسه لعيب في بدايه العشرينات من عمره وتستفيد بيه، زي ما خدت مني رضا عبد العال وخدت مني معتز اينو وخدت مني لعيبه كتيره جدا في اوج عطائها، مؤمن زكريا، محمود كهربا، ياسر ابراهيم، كل دول خدتهم في بدايه حياتهم زهره بتفتح، وتروح تلعب في الاهلي، في حين ان احنا ناخد منهم الفياضه اللي خلاص بيشطب. نروح نجري ناخد منهم ايمن شوقي وهو عنده 86 سنه، ناخد منهم محمد عبد الجليل وهو طالع معاش، نروح ناخد من حتى فياض المدربين اللي بيطردوهم الاهلي نروح نجيبهم احنا. حتى فيليكس اللي كان عامل ثنائيه مع حسام حسن ومكسر الدنيا وخاربين ومقفلين افريقيا من المغرب، جبناه عشان نعمل نفس الثنائيه ولا عمل معانا اي حاجه. حسن مصطفى، محمد عبد الله، كل اللعيبه دي، ابراهيم سعيد، عصام الحضري، احمد حسن، كل اللي الاهلي طردهم، ياسر المحمدي، كلهم جم ما لهمش اي بصمه مع الزمالك نهائيا باستثناء جمال عبد الحميد. وجمال عبد الحميد الاهلي اللي كان ماشي، يعني احنا ما خطفناهوش ولا حاجه. نفسي اعرف امتى هنلدع الاهلي لدعه نخليهم برضو ما يناموش، نخليهم برضو يباتوا متنكدين زي ما احنا بنبات متنكدين. انا اقسم بالله العظيم شايل المراره وما عندي اعضاء تانية اشيلها. احنا ليه بيتعلم علينا؟ زمان كان الاهلي بيقنطر بقيه الفرق ويعمل كوبري عن طريق يودي، وبيودي اماكن غريبه ما تعرفش ليه. الليفت الاثيوبي ويبعت لك اللعيب على هناك، وتلاقيه راح الليفت الاثيوبي لعب 3 ايام وهوب مضى للاهلي. يطلع اللعيب من الزمالك على الشاي النرويجي، يروح يلعب في الشاي النرويجي 3-4 ايام وتلاقيه راجع على الاهلي. يروح مش عارف يطلع من الاسماعيلي فين على فين. الاهلي تتحس والله العظيم جد مجند نص الكوكب، نص دوريات الكوكب متجنده، ما تعرفش ليه. يحب يعنطر اي حد في الدوري عنطر، وتلاقي اللعيبه عماله تتوزع وتروح وتيجي والكلام ده. هوب شهرين 3 ده راح ود قفش بتاع ده اسمه ده كهربا لنادي مش عارف اسمه فيش البرتغال. طب ما هو له علاقات في البرتغال، وواخد امام عاشور موديه الدنمارك، جايبه من الدنمارك، وجايب مش عارف مين موديه سويسرا وجابه من سويسرا، وخد مين وداه مش عارف بلجيكا وجاب في ايه؟ انتوا عايزين ايه؟ والله العظيم انتوا صدق ما قلنا دي كيادين اقسم كيد رهيب. يا كيادين